بصوا كده الفيديو ده. يا سيسي ألم يكفيك 60,000 شهيد؟ ألم يكفيك؟ اللي انت شفته في الفيديو ده يبقى كمال الخطيب نائب رئيس الحركه في اسرائيل، وهو واقف في تل ابيب وتحت حمايه الشرطه الاسرائيليه، واقف قدام السفاره المصريه عشان يهاجم مصر وينتقدها على حصارها لاهل غزه. طب بص كده معايا برضه الفيديو ده. يا أهل مصر، يا قادة مصر، يا جيش مصر وعشائرها وقبائلها وعلماءها وأزهرها وكنائسها ونخبها، أيموت إخوانكم في غزة من الجوع وهم على حدودكم؟ اللي في الفيديو ده يبقى عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، اللي هو اصلا قاعد بره غزه في مكتب تحت التكييف، وبيدعي المصريين ان هم يزحفوا برا وبحرا وجوا تجاه غزه ويضحوا بدمهم عشان اخواتهم في فلسطين، وهو يبقى قاعد بيتفرج من مكتبه. قبل الفيديو ده بقى بيومين انتشرت فكره خبيثه في محتواها عشان المصريين يطبقوها، وهي ان هم يجيبوا حبوب الغذاء يحطوها في ازايز بلاستيك ويرموها في البحر، على اساس يعني ان هي الطيارات الجارفه هتبعتها لغزه. ويظهر بعدها فيديو لناس او لشاب واقف في قطاع غزه بيقول ان الصياد اللي معاه اصطاد الازازه اللي فيها اصلا الغذاء ده. وبعد ما الناس تتفرج على الفيديو وتدقق فيه تلاحظ ان غطا الازازه اللي فوق ده مش ازازه مصريه، دي ازازه من انتاج شركه كوكاكولا الاسرائيليه. يعني الازازه دي اصلا كانت من هناك من قطاع غزه، ما جاتش من مصر. وقبلها برضه في فتره نلاقي فيديوهات تنتشر على تليجرام